مساء الخير على احلى متابعين. ولو اول مره تشوفوا الفيديو، انا جميله محمد. النهارده هنعمل حبيب قلبي ترند الزبده النيوزيلندي الصفرة اللي هي الطبيعي الاصلي. نعمل كبديل للزبده الاصلي، هنعملها في البيت. وداعا بقى لغلاء الاسعار، وليه نشتريها بالغالي لما ممكن نحضرها في دقايق بمكونات موجوده في البيت. معانا كوبايه زبده، كوبايه لبن، وكوبايه زيت، ومعانا معلقة عصير ليمون، ومعانا معلقتين خل أبيض، ومعانا رشة ملح صغيرة. هنضرب يا حبايب قلبي المكونات دي كلها في الخلاط. هننزل بكوباية اللبن، هنضربه حاجة بسيطة كده يعمل رغاوي، وبعد كده هننزل بكوباية الزبدة، وبعد رشة الملح والليمون والخل. هننزل بقى بالتدريج كده الزيت النباتي بتاعنا، ننزل بالتدريج كده ونضرب شوية بشوية. يعني ممكن نبطل الخلاط وبعد كده نضربه تاني، يعني ضرب متقطع كده لحد ما القوام آه، يتقل معانا شوية. هو ولا تقيل ولا خفيف. وهنجيب بوكس كده نحط فيه كيس بلاستيك، وهنحط الخليط الزبدة. هنبتدي بقى نغطيه حبيب قلبي كده، وهنقفل عليه علبة ونحطه في الفريزر لمدة 6 ساعات، او انا سبته لتاني يوم. وهنغطيه كويس وهنشيله في الفريزر لتاني يوم. يا حبيب قلبي، بعد ما انا لقيتها اتمسكت القوام بتاعها كويس، انا هقول رأيي فيها بصراحة. كترند يعني معمولة على اليوتيوب، كل القنوات الكبيرة عاملاه. بس ما قالوش فيها ملاحظات. وانا عشان متابعيني والمصداقية وكده، انا هقول الرأي فيها بصراحة. هي قوام متماسكة. اللون كويس، لون الزبدة كويس. بس بتسيح عن الزبدة الأصلية. التجربة دي انا عملتها، بس بتسيح عن الزبدة الأصلية. مش قوام متماسك قوي. انا قطعتها بعد ما خرجتها من الفريزر. كلون وطعم وريحة كويس لحد ما، يعني كويسة يعني. تمام، مش زي الاصلي، بس بالنسبة لغلاء الاسعار كويسة. ممكن نعملها كبديل للزبدة الاصلي الصفرا النيوزيلندي. وفي مضافة للكمية كمان. ضعفنا الكمية، انا وزنتها عملت نص كيلو زبدة بالمكونات اللي احنا ذكرناها في الفيديو. في قنوات فعلا قالت لي عملت كيلو من الزبدة. لا، ده مش حقيقي. انا عملتها وزنتها بالمكونات اللي احنا ذكرناها في الفيديو، عملت نص كيلو زبدة. وعشان المصداقية انا قلت الرأي فيها بصراحة. ياريت كومنت عشان اعرف رأيكم، وسبسكرايب ولايك.